بما اننا هنتكلم عن لعيبه باعوا وقبضوا وما بقوش اساطير، طبعا اول واحد هيجي في بالك هو نيمار. نيمار كان ماشي بخطى ثابته علشان يبقى وريث ميسي ورونالدو. في موسم 2014 2015 نيمار حقق الثلاثيه وكان نجم نهائي دوري ابطال اوروبا. لكن في 2017 نيمار قرر يسيب كل ده ويروح باريس سان جيرمان في صفقه كانت اكبر صفقه في تاريخ كره القدم وقتها، 222 مليون يورو. طبعا فكرته ساعتها كان انه يبقى النجم الاول بعيدا عن ظل ميسي. لكن ايه اللي حصل؟ مفيش دوري ابطال، اصابات كل موسم، خناقات مع الجمهور، مشاكل مع زمايله، وفضل يجري ورا الفلوس لحد ما راح الهلال السعودي. وطبعا الاصابات منعته انه يلعب. دلوقتي في سانتوس البرازيلي انتهى من حيث بدأ. الآن نعطي الكلمة للسيد ناصر الخليفي الذي